بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا فيديو على الجذور التكعيبية على الآلة الحاسبة الموجودة على التليفون والناس اعترضت. بس نقول الأول في البداية كده إن إزرار اللي هو الشيفت مع الكوما، بص كده على الكوما عندك هتلاقي كلمة فاكت دي اللي هو بيحول لي العدد إلى أس مرفوع لأس، أو يعملوا إلى عوامله الأولية، يحولوا إلى عوامله الأولية. الكلام ده موجود على الآلة 81، موجودة على الآلة 95، موجودة على الآلة 991 بلس و991 اللي هي ARX. أما ال 570 نفسها مش عليها. بص حتى عند الكومة مش هتلاقي كلمة فاكت ولا ال 500 عليها. المهم احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا لقينا نص الحل المشكلة. الولد كان عندك مشكلته انه مش بيعرف يجيب العوامل الاوليه. طب مثلا هنكتب مثلا ادي 192 تيجي تقول للواد 190 وخد حللها العوامل الاوليه، ما يعرفش. اضغط على يساوي نزلها على الشاشه. كل اللي هيعمله الولد هيضغط على الشيفت وهيضغط على الكوما. عملتها له 3 في 2 اس 6. نقول للولد ان الثلاثه دي هدانها موجوده او محجوزه تحت الجذر، يبقى دي الجذر التكعيبي للثلاثه. طب الولد مش عارف 2 اس 6 بكام؟ هي 2 اس 6 ب 64، جذر التكعيبي بتاعها ب 4. حتى لو ما هوش عارفها قول له روح هات الجذر التكعيبي ل 2 اس 6. ادي 2 وادي اس وادي 6، هتقول له كام؟ هتقول له 4. يبقى بيساوي 4 الجذر التكعيبي للثلاثه. اي عدد كمان، اي عدد مثلا